في نوع من الناس بتتولد وفي علامة غريبة على جبينها، مش علامة بتتشاف، دي علامة القدر. ودول بيبقوا جايين الدنيا علشان مهمة معينة مش عايشين فيها صدفة. بطلنا النهاردة يا صديقي أنور السادات كان من النوع ده. اتولد في قرية بسيطة جدا اسمها ميتا بولكوم، وما كانش حد متخيل ان بعد كام سنة الطفل ده هيبقى زعيم اكبر دولة في الشرق الاوسط، يغير مجرى التاريخ كله ويروح بنفسه يعمل سلام، وبعدها يموت في مشهد محدش في الدنيا نسيه. بس القصة هنا مش بس عن رئيس او حرب، بل عن انسان غامض ومتناقض وذكي جدا اكتر ما الناس متخيلة. اتسجن واترفد واتشتم وكمان اتقال عليه عميل، وبرضك فضل ماشي ومكمل في سكته كأنه عارف النهاية اللي مستنياه. انا مش بتاع تاريخ ومش جاي احكي لك تاريخ من الكتاب. في الحلقة دي هفكك لك شخصية السادات تفكيك كامل، هوريك دماغه كانت بتفكر ازاي، وازاي كل خطوة في حياته كانت جزء من خطة اكبر بكتير من مجرد سياسة. استعد لانك هتكتشف حاجات عن انور السادات عمرك ما سمعتها، الجزء اللي محدش بيحكيه. جاهز؟ يلا نبدأ.